ارخص ايربودز ANC اكتيف نويز كانسليشن، عزل ضوضاء. طيب احنا النهارده عندنا ارخص سماعه هتكون ANC تحت ال 1000 جنيه ب 990 جنيه من براند اصلا حاجته ما ينفعش تكون رخيصه اكوردنج للكواليتي. ريتش من البراندات اللي ما بقاش حاجه رخيصه فعليا، بيقدموا كواليتي محترم جدا جدا. واربع مايكات وخاصيه ANC، والسماعه 8 ساعات والبوكس 28 ساعه. واحد الابداعات في التصميم، وخد بالك كده هناخد خاصيه ANC مكالمات ب 990 جنيه ماشي. واللون الابيض يا معلم، وخليني اقول لك بتحبه ولا عادي؟ قال له اقل من العادي. طيب والله العظيم انا منبهر. واو صباح. انا بس ايه، ركز معايا في هذا التصميم يا صديقي. بص السكراتشنج وحته الاكس دي ماشي، نشيل كده دي برضو. تصميم رائع، تصميم البوكس جامد ماشي. مفيش ابلكيشنات تكه كان الله بالسر عليه من ANC يشتغل وما يشتغلش. اللون الاسود يا جماعه، وانا ممكن اقفل الفيديو على كده وبالسلامه. حسام منبهر. بص حتى يعني الناس ايه، السماعه البيضه يا لهوي يابا. انت اختار بقى يا صاحبي. خد بالك في حته سكراتشنج هنا اهي، طبعا دي اللزقه بس في سكراتشنج كده، النص ده كده لميع والنص ده فيه خطوط وفيه علامه اكس كده في الاخر. فالسماعه تصميمها جامد قوي، ان كان في الايد ان كان في الودن. ب 990 جنيه خاصيه ANC، بمعنى ان احنا لو في مذاكره في البيت بدل ما نوطي التلفزيون عشان محمد اخوك بيذاكر، هتروح حاطط السماعات في ودانه كده تمام، هتلاقي حاجه قفشت على ودانك، مش سامع صوت الناس اللي حواليك، يقدر يركز في المذاكره. انت راجل في الشغل عندك مثلا في اصوات كتير حواليك وبتشتغل على ملف اكسل او بتكتب حاجه مهمه، مش عارف تركز من الاصوات، تحط السماعه في ودانك تلاقي نفسك اتعزلت شويه، تعرف تركز في شغلك. انا هنا بكلمك بعيدا عن اداء الموسيقى، هي خاصيه بتعزل الضوضاء. طيب حبيت بقى اشغل موسيقى زي ما انا عامل كده دلوقتي، طبعا مش هشغل عشان هي لسه مش مشحونه. هتلاقي طبعا الفكره اللي احنا بنقولها دايما، الخاصيه بتاعت انك بتسمع موسيقى في وقت متاخر وفي هدوء، هو في عزل، فانت سامع موسيقى تسمع البيس كويس جدا، الميوزك كويس جدا. ريتش من الناس الكويسه في الصوتيات وبنشهد لهم يعني، ومعاك ضمان ناس محترمه، ضمان تراست يعني. فده كله ب 990. ما عندناش حاجه ANC تحت ال 1000 جنيه، ما عندناش حاجه في براند كويس تحت ال 1000 جنيه، فكويس هو داخل ينافس بسعر. مشكورين الوكيل لما كلمناه قلنا له عايزين حاجه تحت ال 1000 جنيه، هو والله نزل، كان المفروض سعر 1200 جنيه نزل لحد 990، حاجه كويسه، هم مشكورين في اجتهادهم يعني. مخرج الشاحن بتاعك من تحت تايب سي، عندك اربع مايكات وخاصيه ANC في المكالمات. وكده كده احنا في سماعه تانية باتنين مايك وصوت المايك فيها خزعبلي. فانا بس عايز افهمك ان اداء المايكات في ريتشي محترم جدا جدا. هم ناس ما بيعملوش حاجه رخيصه خالص يعني، ما عندهم مبدأ الكواليتي ده فوق الابداع بمراحل. عندهم السبيكر الصوت فيه يعني هم ناس بيعملوا برودكتس هاي فاليو، حاجات ب 10 وب 12 وب 15000 جنيه. فهو راجل ايده واخده على الحاجه النظيفه، فالمايكين عنده بيعملوا اداء كويس، فما بالك باربعه بخاصيه ANC. منتج يستحق. اللون الابيض ولا اللون الاسود؟ انا انت مختار ايه يا حسين؟ ابيض. انت ابيض؟ انا بصراحه ابيض برضه، وان كان الاسود جذاب، ولكن انا الابيض شددني قوي يعني، وباين فيه علامه الاكس دي. 990 جنيه ارخص ايربودز ANC اكتيف نويز كانسليشن، عزل ضوضاء دايناميكي في مصر. قولوا لنا اللون اللي عجبكم. انا اخترت ابيض وحسام ابيض، انتوا قولوا لنا اسود ولا ابيض. الكميه الحقها يا صديقي، منتج يستحق. اسمها W97، اسمها W97 من ريتش، منتج يليق جدا جدا وبريميوم في الايد قوي 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 قوي. السماعه جزء من شخصيتنا. تدفع ال 1000 جنيه في مخالفه مرور دلوقتي يا معلم. صباحكم فل.